من أعمال ليالي القدر المباركة هي صلاة 100 ركعة أحبتي، أحد الأعمال المستحبة. فكثير من الإخوة والأخوات يسألون حول هذا العمل، هذا الصلاة شلون نصليها 100 ركعة، كيفيتها، طريقتها. منهم من يقول أنا عندي شنو قضاء ما في الذمة، يصير من خلال أنه أنا أصلي هذه الصلاة المستحبة يسقط عني القضاء الواجب. ومن هالكلام والأسئلة أحبتي باختصار شديد أنا ارتئيت أنه أسوي هذا المقطع خدمة لكم إن شاء الله لتوضيح مسألة 100 ركعة. أنا أريد من الأحبة جنابكم الانتباه. أولا أنت أمام أمرين، طريقين سميهما ما شئت. الطريق الأول، إما أنت هذا العمل إذا تريد تجي بيه وهو مو واجب، يعني بإمكانك تركه، جميل جدا جميل. هذا العمل اللي هي الصلاة 100 ركعة يعني عبارة عن 50 صلاة ثنائية، يعني 2 يصير المجموع مالته 50 صلاة 100 ركعة، 2 لا أذان لا إقامة، مثل صلاة الصبح النية أصلي صلاة هذه الليلة قربة إلى الله تعالى ليلة القدر، وتكبيرة إحرام وتشهد وتسليم لكل ركعتين، 50 صلاة قلنا، ركعتين ثنائية أحبتي، تقرأ فيها سورة الحمد مرة وسورة أي سورة أنت حافظها قصيرة، واضح؟ هذا الاستحباب أحبتي، هذا الأمر الأول، هاي الطريقة، هذه الكيفية، واضح إخواني؟ انتهى. إذا واضح جميل جدا، لأن إحنا نريد نطلع من الإشكالات والالتباسات اللي قاعد شو تصير عند الإخوة المؤمنين والمؤمنات. الأمر الثاني، الطريق الثاني، هذا 100 ركعة أنا عندي قضاء ما في الذمة، يصير أنه أنا أصلي 100 ركعة يسقط عني الواجب اللي هو قضاء ما في ذمتي. لا أحبتي، هذا مو صحيح. يعني شنو مو صحيح؟ مو صحيح أنه أنت تصلي ركعتين وتقول هذه مثلا الركعتين عن صلاة الظهر، هاي الركعتين عن صلاة الصبح، هاي الركعتين عن صلاة شنو؟ المغرب، العشاء، وهكذا. هذا غير صحيح أحبتي. زين، الصحيح شنو؟ هذا الطريق شنو؟ أنه أنا عندي شقد؟ عندي الفرائض 17 ركعة، يعني عندي الصبح 2، عندي ظهر 4، العصر 4، المغرب 3، العشاء 4، واضح؟ يعني 17 ركعة أصليهن نفسهن، الفات علي، القضاء علي ما في الذمة نفسه أصلي، يعني أصلي ركعتين صلاة الصبح، النية شنو؟ أصلي صلاة الصبح قضاء ما في ذمتي، هيجي نعم، هيجي أصليها، أصلي ركعتين أو أصلي عفوا صلاة الصبح قربة إلى الله تعالى، تكبيرة إحرام، عوف الأذان، عوف الإقامة، مستحب هذا، وأصلي ركعتين صلاة الصبح، إنه بأصلي شنو؟ الظهر والعصر 8، يعني 4، النية أيضا صلاة الظهر قضاء عن ما في ذمتي، الله أكبر، وأصلي مثل الصلاة، نفس الصلاة، شلون ما فاتت تصليها، مو تصلي 2 حتى تسقط ذيك 4، لا هذا خطأ، هذا مو صحيح، واضح؟ 17 شنو؟ 17 ركعة من الفرائض، واضح؟ و17 هذا يوم واحد، 17 هذا يومين صار، ايش قد يعني؟ انتم قويين ان شاء الله بالرياضيات. 17 و17 34، بعدين ايضا هم اصلي يومين، يعني هم صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، زين، هم 17 ركعة، ب 17 34 و34 صار ايش قد؟ العدد عندنا 4 أيام 68 ركعة، واضح؟ أصلي بعد يومين أيضا هم 17 ب 17 هم الفرائض، صلاة الصبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، نفس عددهن، النية كل من نية إلها، واضح أحبابي؟ إيش قد صار عندنا؟ صار 102 أنت صليت قضاء عن ما في ذمتك، ما صليت 2 لا، صليت نفس الفرائض، فالعدد يصير ايش قد؟ 102، يعني تضيف 2، يصير عبارة عن 6 أيام قضاء ما في الذمة، واضح إخوتي؟ مو 2 أنا عن كل صلاة، مو صحيح هذا، مو أنا أصليها إجمالا، يعني أصلي 2 50 صلاة
ال100 ركعة وأقول هذه في داخلي، أقول هذه شنو نيابة عن ما فاتني، كان يكون 4 أيام 5 أيام 6 أيام يعني انتهت. لا مو صحيح هذا. الصحيح اللي قلت لك الطريقين. واضح إخوتي؟ أنا أتمنى من الأحبة إن شاء الله فهموا علي، وأرجو المعذرة عن تقصيري إن شاء الله إذا كان هناك تقصير بشرح هذه الطريقة المبسطة. يا حبذا المشاركة لهذا المقطع صدقة جارية عنكم وعن أمواتكم. أسأل الله أن يحفظكم وأن يجعلكم من أنصار الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.